اللاعبين يهتمون زي ما احنا نتعب في الملعب، خله هو يتعب في الميدان. يا اخي احنا تعبنا والله تعبنا. الهلال تعادل اليوم، اللاعبين داخلين ضامنين المباراة ولاعبين ببرود. ليو ضيع هجمات قدام المرمى بشكل غير طبيعي، نواف العابد داخل الملعب وباله مهم معاه. اللاعبين اليوم نصهم مشتتين، ليو قدام الباب 3 هجمات 4 هجمات جالسين يدلعون الحارس. يعني اليوم مباراة كانت المفروض الهلال يحسمها من اول ربع ساعة. اليوم مستوى كويس، بس يعني كان فيه تغييرات مدرب. يعني الزوري حط سلمان في ظهير ايسر، سلمان ما ادى اليوم، جدا جدا ضعيف سلمان جدا، بس الحمد لله وان شاء الله القادم افضل. نقطة أحسن من لا شيء، الدوري إن شاء الله جاي، أصلا ما نبي إحنا ناخذ الدوري، على نبي ناخذ على النصر، نبي 3 نقاط على النصر. يا سلام يا ونتوج قدام النصر بس. وإن شاء الله مباراتنا الجاية مع الشباب وإن شاء الله فيها فوز بإذن الله، صدارة الهلال والدوري للهلال إن شاء الله، وآسيا بعد للهلال وهذا الهلال. ليش يطلع شو اسمه سالم الدوسري ونواف العابد؟ ليش يطلع؟ ليش ما يطلع بونتيني ويدخل الشلهوب؟ شلهوب موجود، وليش خليبين يتاخر؟ عتب بس على الجمهور. يعني اليوم تتويج وفريقنا بيتوج وبياخذ الدوري و12000. يوم فاز النصر بالدوري كانت مباراة ضد الفتح 51000 حاضرين، واليوم حاضرين اللي قدامنا 12000. كيف تبغون الدوري إذا ما حضرتوا؟ ضيعنا اليوم ضياع الفرص، خاصة فرصة ليو. يعني ليو اليوم ضيع فرص كثيرة، وفي المباريات اللي قبل ضيع علينا نقاط كثيرة. لازم هو الوحيد اللي لازم يتغير.